عزم خطيبته في مطعم وقال لها تعالي اعزمك على اللي انت عاوزاه يا حبيبتي يا روح قلبي. اتفضلي يا جميله اقعدي يا قمر. فقعدت وهو كمان قعد وعمل فيها اللي هو فيها ايه، رجل اعمال ومش فارق معاه الحياه ولا الفلوس. قعد حاطط رجل على رجل، طلب المتر تعالي 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 بسرعه. جت زي الصاروخ زي ما انت شايف كده وقالت له اتفضل المنيو. قال لها اتفضلي يا حبيبتي اختاري اللي انت عاوزاه يا قلبي. فهي قعدت كده تدور، تمام انا عاوزه ايه هات لي دي. اوكي طلبت المتر، انت تعالي تعالي. جات له قالت له انا عاوز دي، انا عاوز دي. هتروح تجيب له دي. وهو طبعا عامل فيها اللي هو ما يهموش الاموال ولا يهمه اي حاجه. اللي هيحصل غير عادي وغير متوقع ولا حد عملها قبل كده غير الرجل ده. فقال لها كل يا حبيبتي، ونزلت ازازه الميه. هو شرب الميه وعمل نفسه اللي هو بيقزقز كده. فهي اخدت حتتين كده قالت له لا تمام، لا 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 لازم تاكلي، لا 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 انا كده تمام كده تمام. طب يلا بينا. فاخدوا بعضهم وماشيين. استنى اصبر، لان اللي حصل عمره ما يخطر لك على بال. الراجل ده بص بيشوف ايه اللي موجود في البيتزا بالظبط. كان متفق مع 2 صحابه اللي هو يخلع من هنا وهم يروحوا ياخدوا البيتزايه كاملة متكاملة بالمية بحاجتها. الراجل ده عمل فكرة غير عادية، حطوا البيتزا في الكرتونة ولموا الحاجة بتاعتهم واخدوا المية وفلقوا من المكان. طبعا الراجل ود خطيبته وصلها وطلع يجري على اصحابه. يا ابن الجنية يا ابن الجنية، ايه الدماغ دي؟ ايه الدماغ دي؟ لا اصحابه مستنيينه اهو ومش عاوزين يفتحوا البيتزايه. تعالى تعالى تعالى. جه قلع هدومه وشمر وشال رجال الاعمال من نفسه وحط بقى ايه مع اصحابه بقى وقعدوا ياكلوا في البيتزايه. عزم خطيبته وعمل فيها اللي هو راجل مش فارقه معاه الاموال وهو فارقه معاه كل حاجه، وهو متكهرت عادي زيه زي اي شاب عادي يعني، بس مش عاوز يبين كده قدام خطيبته. قعدوا هما واصحابه وقعدوا ياكلوا في بعض زي ما انتوا شايفين كده لغايه ما خلصوا على البيتزايه. ايه رايكم في الفكره دي؟ جهنميه صح؟ لايكات بقى ومتابعات بقى وكومنتات، وقولوا لي لو الفيديو عجبكم قولوا لي، ولو مش عجبكم برضو قولوا لي، عرفوني نجدد نعمل اي حاجه. ها ايه رايكم؟ تمام.